المعرض هو في الدورة ديالو الثالثة، يعني عرف واحد التطور لا من ناحية التنظيم وكذلك من ناحية يعني المشاركة. الآن كيشاركوا معنا بطبيعة الحال شركات ديال الآلاف، شركات كذلك ديال الاستشارة الفلاحية، شركات ديال المواد المدخلات الفلاحية وكذلك حتى الآلات الفلاحية، إضافة إلى يعني المشاركة ديال المؤسساتية بما فيها لونكا، لونسا وعدد ديال القطاعات الأخرى اللي متداخلة في القطاع الفلاحي. الهدف ديالو هو أن كنقربوا هاد المؤسسات إلى المواطنين باش يمكن يطرح جميع أنواع الأسئلة ديالو ويمكن إلقاء الأجوبة ديالو عند هاد المؤسسات. إضافة على هاد يعني الرواق اللي كتشوفوا كاين كذلك واحد المكان مخصص لتسويق المنتوجات المجاليه، ما يفوق 100 ديال التعاونيات ديال المنتوجات المجاليه واللي نسبه كبيره من ديالهم النساء، اللي الهدف ديالنا هو نخلق لهم واحد الفضاء لتسويق المنتوجات ديالهم اللي كتمتاز بالجوده ديالها وبالقيمه ديالها. اضافه الى كذلك واحد المجال ديال عرض الحيوانات، فيها الابقار، فيها الاغنام، فيها الماعز وكذلك حتى الخيول، باش نقربوا هاد الحيوانات الى المواطنين، الى الشباب، الى الاطفال، باش يكونوا عن قرب هاد الحيوانات. وكذلك نشجعوا الشباب ولا اللي بغى ينخرط كذلك في القطاع تربيه المواشي بصفه عامه بصفه خاصه وتربيه الفلاحي بصفه عامه. هاد الشباب يخلقوا مقاولات ديالهم او ضيعات ديالهم باش يكون واحد الديمومه ديال الانتاج والاستدامه، كيف درنا في مكناس، الاستدامه ديال الانتاج الحيواني.